السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. خوتي طولت عليكم لاباج راهي ميتة صافي شحال ما درناش فيديو، ولكن الحمد لله رانا جبنا جديد. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ورثه أو علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. خيرنا اليوم الصدقة الجارية. هذه الصدقة الجارية كيفاش تكون هذه؟ بزاف لو نبقاو نحكوا فيها ما نخلصوش منا شهر، ولكن كاين واحد النقاط اللي نركزوا عليها ان شاء الله. حنايا في ميلانو كل ما يموت انسان عندنا مشكل باش ننزلوه للجزائر، فسبحان الله العظيم كاين واحد الناس جزاهم الله كل خير ديجا الفيديو هذا كي درتو باش نشكرهم وباش تعمل فكره. وانت يا خويا يا اختي كي تلحقك تبدي ثاني الاجر معانا، بالك راكي في بلدان ولا راك في بلدان ما تقدرش كيما نقولوا تساهم معانا يا خويا، كي يلحقك اكليكي على بارطاجي وخلي الناس تشوف. بالك انسان في لندن، بالك ناس في امريكان، في اسبانيا، في فرنسا تشوف هذا الفيديو وبالك هي محتاجه فكره، بالك ما انتبهتش برك ماشي محتاجه دراهم، وربي يقدرنا على الخير ابراف ماشي مشكل. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: المرء تحت ظل صدقته يوم القيامه. ثم انت كتصدق باورو عندها ظل، وال10 اورو عندها ظل، وال100 اورو عندها ظل، وال1000 اورو عندها ظل. ثم الظل هذا يختلف. وش يقول لك ثاني الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حنايا المرة اللي فاتت لعبنا تورنوا هنا جماعة جزائريين هنا في ميلان، فكانت الفكرة من وراء التورنوا باش نهضروا في واحد الموضوع انه الانسان كي يموت كيفاش ننزلوه للجزائر. حنا القنصليه تاعنا ما راهيش مستكلفه باش تنزل الجثث، الله اعلم هذيك امور ما تخصنيش وقانون صادقوا عليه ما صادقوش عليه، هذيك الامور ما يهمناش، ولكن حنا نهضروا على روحنا. حنا واش قدمنا واش نقدروا نقدم، ثم الا كان السلطه تاعنا ما تتكفلش نبقاو حابسين حنا ربع يدك وريح. حنا درنا هاد التورنوا جمعنا حوالي واحد 20 30 ميم با 30 بيرسون. فالانسان اللي كان عنده فكره قال لك: يا جماعه لوبجيكتيف من هاد التورنوا هو انه نديروا صندوق ان شاء الله ونعودوا كيما نقولوا كل شهر نلعبوا تورنوا. باسكو انت الانسان باش تلم الناس كيفاش راح تلمهم؟ لازم دير عفسه وين يتلاقاو. حنا خيرنا بالون كيما حنا ما نمثلوا على كيما نقولوا باش نبينوا النقطه، حنا ما نمثلوا جمعيه، ما نمثلوا مؤسسه، ما نمثلوا قنصليه، ما نمثلوا حتى واحد. حنا اخوه في الله ديجان، ناس كبار ناس بولادها نلعبوا بالون. القديم فيهم كيما نقولوا هنا عنده 20 30 سنه، جديد فيهم عنده 10 سنين. جات الفكره هضروا فيها، وكلنا انسان كيما نقولوا اللي موالف يوقف على الناس هذيك كي تموت وهو اللي يهبطهم جزاه الله خير ما نذكرش اسمه. انسان قال لك باللي نديروا ورقه نكتبوها، وهو انا فهمت انه نيته انه باش الناس كيما نقولوا كي تحب تحاسب باينها، وحمد شحال عطاها، وموح شحال عطاها، وعبد القادر شحال عطاه، او منير شحال عطاه، او كل واحد شحال عطاه باش يكون الحساب. بقى انسان واحد اخر ربي يجازيه ثاني كل خير قالوا: يا خويا خلينا من الورقه اللي يحب يصدق في السر. وهنا ينطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. فالحمد لله خويا العزيز انت كي يوصلك هذا الفيديو بارطاجي هذا ما بالك ناس يكونوا امي معاك تلحقهم الفكره هذه من خلال انا قدرت ندير فيديو، انت بالك ما تقدرش تصدق تقدر تبارطاجي برك الفكره. ويقول لك الدال على الخير كفاعله، ثم انت بالك سبحان الله تبارطاجي شوفها انسان تلحق كيما نقولوا كاش بالد من البلدان تؤجر. حنايا تما الحمد لله ولينا كيما نقولوا كل شهر نديروا تورنوا نلموا المبلغ. لو كل واحد يتصدق ب10 اورو راح تلم نتايا في الشهر 400 كي تكونوا 40 في العام. احسب شحال عندك 4 في 12 شحال تطلع لك؟ تطلع لك 4800 اورو، يعني تقدر تنزل 2 من الناس وما تدريش خويا العزيز. المشكل انه ما تعرفش وقتاش تموت. القادم ربما يكون انا، ربما تكون انت، ربما تكون انت.
الوحيد اللي خيروا ربي بين الحياة والموت هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء مالك الموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت زائرا أم جئت قابضا؟ قال له: يا رسول الله بعثني ربي نستأذن نقبض روحك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: والآجل تاعي الحق؟ يعني الآجل الحق باش تقبض روحي؟ فقال له: نعم يا رسول الله. قال له: بل الرفيق الأعلى، سي بون. هذه من بين الصدقة الجارية. باسكو لو كان خوك، لو كانت اختك، هذا اللي مات والله ما تقبل له يتدفن في بلدان وفي مقابر غير المسلمين. ولكن خويا العزيز كما تدين تودان. لعله حنايا نسعاو لهاد الناس اللي ماتت اللي راح تموت، بالك ربي يسخر كما نقولوا لي يجرينا في وفاتنا. ربي يجازيكم كل خير. نختموها كما نقولوا بالصلاة على النبي، وربي يجازيكم كل خير. ما تنساش بارطاجي، الله يعطيكم الخير. ونشكر من جديد الجماعة اللي ساهموا. يقول لك الخير للسابق ولو أحسن اللاحق. الله يجعلها في ميزان حسناتنا. السلام عليكم ورحمة الله.